بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم، السادة الضيوف الكرام، إنه ليوم سعيد نلقى دولة رئيس الوزراء بقبيلة بني تميم التي ضحت وقدمت التضحيات من أجل خدمة الإسلام ووحدة العراق، كما قدمت الشهداء لتوطيد الأمن وسيادة القانون، والذي كان دولة رئيس الوزراء المساهم والداعم الأساسي فيها. كما أن بني تميم قدموا التضحيات الجسام والكثير للإسلام والمسلمين، وسددنا إن شاء الله أحرارا كما قال سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام لجدنا الحر الرياح التميمي: أنت حر في الدنيا والآخرة. كما نستذكر كتاب الخليفة عمر الخطاب رضي الله عنه عندما أرسل القعقاع ابن عمرو التميمي لنجدة جيوش المسلمين بفارس الذي يعادل 1000 فارس. كما نود أن نشير إلى وصية الإمام عليه السلام حيث كتب إلى البصرة: بلغني تمرك على بني تميم وغلظتك عليهم يا ابن عباس أن بني تميم لم يغرب لهم نجم إلا طلع في الجاهلية ولا الإسلام، وأن لنا بهم رحمة ماسة وقرابة خاصة، ونحن مأجورين على صلتها ومأجورين على قطيعتها. أيها الحفل الكريم، كما يعلم الجميع أن قبيلة بني تميم بطبيعة امتدادها في الوطن العربي والعالم الإسلامي جعلها منفتحة على كل المذاهب، وهي ضد الطائفية والعنصرية، تتمسك بنهج القرآن الكريم التي أتى في محل آياته: بسم الله الرحمن الرحيم وجاهد في الله حق جهاده، صدق الله العلي العظيم. سيادة دولة رئيس الوزراء، لأنك تحب العراق ورفضت التفرقة وتقف قبيلة بني تميم اليوم إلى جانبكم ضد الإرهاب، وهذا ما تستجدونه واضحا في عموم العراق لامتداد قبائلنا على جميع أراضيه، ونحن على ذلك نمضي بعهد الله معكم. وشاهدنا على العربون الصادق لولاء القبيلة للعراق والوحدة الوطنية والأمن في ربوعه. وأخيرا أتقدم لكم الشكر الجزيل وأرجو لكم الموفقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.